عمل لك بلوك وعايزاه يرجع يفكه. تعالي معايا في الفيديو ده وانا هخليه يفك. اول حاجه هتعمليها هتدخلي على موقع من المواقع اللي ما عملكيش فيها بلوك، تبعتي مسج على الموبايل. لو ما عملش على الواتساب يبقى ادخله على الواتساب، ما عملش على الفيسبوك ادخله على الفيسبوك. المهم ان انا ادخله على اي موقع من المواقع اللي ما عمليش عليها بلوك، لان ممكن واحده ذكيه تنزل في الكومنتات بقولك عمل لي بلوك، ابعت المسج فين؟ انا عارفه النوعيه دي، فانا بجاوبك قبل ما تعملي الكومنت. تشوفي موقع ما عملكيش عليه، اصلي استحاله يعمل على كله، دماغه مش هتجيبه يعمل يعني زي التيك توك والتويتر والكلام ده، لا مش هيجي في دماغه. الاسهل من ده كله خلينا في مسج على الموبايل، هتبعتي له تقولوا له انا شايفه ان القرار اللي انت خدته ده في انك تعمل لي بلوك ده قرار صح، وان احنا فعلا مش نافعين لبعض، وان انت عندك حق والقرار بتاعك صح 100%. اتمنى لك السعاده ان شاء الله مع غيري وربنا يكرمك. بس المسج ده هيسبب له حالتين، يا اما هيتعصب ويطلع عن شعوره ويفك البلوك ويدخل يكلمك، يا اما هيشوفه ويضميره يأنبه. في الحالتين احنا كسبانين، هتعرفي قدام ليه. تعالي معايا هنكمل الاستوري وانا هقولك. هنقول ان انتي بعتي المسج والموضوع خلص، ما كلمكيش خالص، عادي جدا. هبدا اعمل ايه؟ هبدا احط ستوريهات ان انا من تاني يوم ببدا اشوف حياتي عادي جدا جدا، كاني هبدأ أعيش حياتي كأني مفيش أي حاجة، كأني ما كانش في حد في حياتي. أنزل أخرج، طب نفسيتي تعبانة مش هعرف، مثلي ها، مثلي وما تكتريهمش في الكومنتات، لأن أنا بشوف كومنتات غريبة بتوحي إن اللي اتفرجت على الفيديو كأنها مش فاهمة حاجة. ماشي، هبدا انزل على الستوريز ان انا لابسه وان انا خارجه، عايزاكي تحلوي وكده. بصي فجاه كده تضربي تبقي جامده جدا، تمام، ولا كانه موجود. هنديه 7 ايام، ده التارجت بتاعه، هيرجع يتكلم فيهم. لو ما اتكلمش هيبعت حد يتكلم. طب ما هو عامل بلوك، هيراقبني منين؟ ده سؤال ذكي من واحده ذكيه برضو. حبيبه قلبي، اي واحد لما ينفصل عن واحده اول فتره بيراقبها من الاكونت بتاعه او من اكونت صاحبه او من اكونت صاحبته. المهم ان هو هيوصل لك، ما تتعبيش نفسك، هيعرف يراقبك كويس. اما يلاقيكي بعتي المسج ده ان انت خلاص كده شايفه ان ده القرار الصح وبداتي بالفعل تشوفي حياتك، هيتجن. اما يتجن هيفك البلوك ويكلمك. طب الخطه اللي بعد كده لا، ده في فيديو تاني انا هقولك بعد البلوك هتتصرفي ازاي، تمام. الاهم من ده كله هبدا اعيش حياتي عادي. طب يا امان لو ما كلمنيش، بقولك لو ما كلمكيش هنحط له تارجت 7 ايام وهيكلمك، وممكن يكلمك في وقتها، ده شيء متوقع برضو بعد ما تبعتي المسج. المهم ان انت تبعتي المسج دي وتنتظري النتيجة، هيكلمك او هيقعد لحد 7 ايام وهيكلمك. شير الفيديو وادعيلي.